السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم حبايبي، فيديو جديد على قناة كروشيه أم أنس. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل البلوزة المفرغة اللي احنا شايفينها دي. أنا حبيت أنزل البلوزة في الوقت ده لأنها تنفع لكذا سيزون، بتنفع للسيزون الصيف والخريف، وكمان تمشي لسيزون الشتاء، وكمان لو غيرتي نوعية الخيط هتبقى مناسبة جدا لفترة الشتاء. ده هيكون ان شاء الله اخر فيديو من الموديلات البلوزات الصيفي، وبعد كده بأمر الله هنبدأ في تنفيذ المشاريع الخريفي والشتوي على القناة. البلوزة دي انا عملتها بمقاس ميديم، واستهلكت 500 جرام من الخيط، وزي ما احنا شايفين المقاسات موضحة قدامكم على الشاشة اهو. كل مقاس بيزيد معايا 100 جرام زي ما احنا شايفين، وطبعا الابعاد والمقاسات هوضحها بالتفصيل اثناء الشرح داخل الفيديو، بالنسبة للطول والعرض الامام والخلف، وكمان بالنسبة لمقاسات الاكمام. البلوزة حلوة جدا وسهلة جدا، طريقتها بسيطة، عبارة عن تكرار سطرين 2 بس، وبنفضل نكررهم لحد الطول المطلوب للبلوزة. واستخدمت فيها خيط القطن الإيطالي مع إبرة 3.5، وتعالوا على طول نبدأ. زي ما وضحت انا هبدأ اشتغل بخيط القطن الايطالي مع ابرة 3.5، وانا بالنسبة لي هبدأ بعرض البلوزة. انا هشتغل البلوزة عبارة عن 4 قطع. البلوزة معايا هتكون عبارة عن 4 قطع. هشتغل عرض البلوزة الأول. أنا هبدأ من اليمين للشمال مش بالطول، هبدأ بعرض الجزء الأمامي، وطبعا أنا هشرح الجزء الأمامي بس، وانت هتتبعي نفس الخطوات وهتشتغلي بنفس عدد السلاسل وبنفس المقاسات الجزء الخلفي. كمان هشرح داخل الفيديو طريقة الأكمام، هتكون برضو بنفس الغرزة طبعا مع اختلاف المقاسات. الغرزة عندي هتكون مكونة من تكرار رقم 2 أو غرزتين، أو من مضاعفات الرقم 2. فهبدأ أشتغل عدد سلاسل يقبل القسمة على رقم 2، أو هفضل أشتغل أقول 1 2 وأرجع تاني أكرر 1 2 1 2 بالشكل ده، وهشتغل لحد ما السلسلة توصل معايا لمقاس 50 سنتي. وتمام كده حبايبي، زي ما احنا شايفين السلسلة وصلت معايا اهو ل50 سنتي، وطبعا معايا عدد زوجي بيقبل القسمة على رقم 2. اوكي، بعد كده برتفع سلسلة واحدة بس، اللي هي ارتفاع غرزة الحشو. فهبدأ كده اشتغل سلسلة واحدة بس، هتخطى السلسلة اللي انا ارتفعتها دي، ماليش دعوة بيها، وهاجي هروح على السلسلة اللي بعدها على طول، وهمر بالإبرة كده وهشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها على طول برضو غرزة حشو. تمام، يبقى انا اشتغلت غرزتين حشو جنب بعض. بعد كده 2 سلسلة، هتخطى 2 سلسلة برضو من تحت، زي ما اشتغلت من فوق 2 سلسلة هتخطى قدامهم 2 سلسلة من تحت. 1 2 هروح على السلسلة رقم 3 اشتغل جواها حشو. الغرزة اللي بعدها على طول كمان غرزة حشو. يبقى انا بتخطى سلسلتين وبشتغل في التالتة والرابعة حشو، 2 حشو جنب بعض. تمام بالشكل ده. تاني هكرر 2 سلسلة، بفوت قدامهم 2 سلسلة من تحت من سلاسل البداية. 1 2 اروح على السلسلة رقم 3 اشتغل حشو، والسلسلة رقم 4 وبرضو اشتغل حشو. هكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر. كل اللي بعمله بشتغل 2 سلسلة، بفوت قدامهم 2 سلسلة من هنا من تحت. 1 2 السلسلة رقم 3 بشتغل حشو، والسلسلة رقم 4 بشتغل حشو. وده شكل شغل أول سطر عندي. وصلت لنهاية السلسلة واشتغلت بنفس الطريقة اللي شرحناها مع بعض. هنا باقي معايا على آخر السطر 4 غرز أو 4 سلسلة، فهشتغل 2 سلسلة. 1 2 بفوت قدامهم من السلسلة اللي تحت 2 غرزة برضو. 1 2 والغرزتين اللي اتبقوا معايا اهم على السطر هشتغلهم 2 غرزة حشو جنب بعض. 1 2 كده. بالنسبة لي السطر رقم 1 خلص. هبدأ اشتغل في السطر رقم 2. ده شكل الشغل عندي اهو.
تمام. هشتغل 3 سلسلة، هرتفع بارتفاع اول عمود بلفة، 1 2 3، ده ارتفاع العمود بلفة عندي. هبدأ اقلب الشغل، وبالنسبة لي انا ارتفعت خلاص اول عمود اللي هو ال3 سلسلة دول فوق اول غرزة حشو، فهلف الخيط على الابرة وهروح لغرزة الحشو التانية على طول اللي جنبها دي، وهشتغل جواها غرزة عمود. همر كده تحت الحلقتين، اسحب الخيط واطلع، وبشتغل تاني غرزة عمود. يبقى انا كده معايا 2 غرزة عمود فوق غرزتين الحشو. بعد كده 2 سلسلة، بلف الخيط على الابرة، بروح للاتنين غرزة حشو اللي جنب بعض دول واشتغل فوقيهم غرزتين عمود. فهمر بالابرة كده هنا فوق اول غرزة حشو، وهشتغل فوقيها غرزة عمود. غرزة الحشو التانية اللي جنبها على طول برضو هشتغل فوقيها غرزة عمود. تمام بالشكل ده. وبعدين هشتغل الاتنين سلسلة اهم اللي انا بشتغلهم. هكرر الف الخيط على الابرة، اروح للاتنين غرزة حشو اللي موجودين معايا هنا، وهشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بالشكل ده. وبعدين 2 سلسلة وغرزتين عمود فوق الحشو، 2 سلسلة وغرزتين عمود فوق الحشو، وهكذا هكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر. وهم دول بالنسبة لي السطرين اللي انا هفضل ماشية عليهم على طول لطول البلوزة. هكمل السطر ده ونرجع نشتغل برضو السطر الجاي مع بعض. تمام كده حبايبي، وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين اهو، الفراغات بدأت تظهر وتبان معايا. اخر حاجة اشتغلتها اهم كانوا غرزتين السلسلة اللي هم بتوع الفراغ. هنا وصلت لاخر غرزتين حشو كانوا معايا على السطر، هشتغل فوقيهم 2 غرزة عمود. فبمر بالابرة كده فوق اول غرزة وبشتغل غرزة عمود، والف الخيط واروح لاخر غرزة معايا على السطر، اخد بالي منساهاش، وامر بالابرة تحت الحلقتين كده. تمام. واسحب خيط واشتغل غرزة عمود. كل اللي هعمله بقى في الادوار الجاية او السطور الجاية هكرر السطرين دول، سطر بيكون بغرز الحشو وسطر بيكون بغرز العمود بلفة. ارتفعت سلسلة واحدة بس، ارتفاع غرزة الحشو فوق العمودين، يعني هدخل همر بالابرة فوق اول غرزة حشو هتقابلني، هشتغل غرزة حشو، والغرزة اللي فوقيها او العمود اللي بعديها على طول هشتغل فوقيه غرزة حشو. يبقى فوق العمودين اشتغلت 2 غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وفوق الاتنين عمود دول هحولهم ل2 غرزة حشو، او هشتغل فوقيهم 2 غرزة حشو، 1 2، وبعدين 2 سلسلة واروح على غرزتين العمود اللي موجودين معايا دول، وهشتغل فوقيهم 2 غرزة حشو، 1 2. اوكي، بنفس الطريقة دي هفضل اكرر بقى السطور. السطر اللي بعده هيكون 2 غرزة عمود و2 سلسلة، 2 غرزة عمود و2 سلسلة. السطر اللي بعده هيبقى 2 حشو و2 سلسلة، وهكذا هتكرري بنفس الطريقة ايا كان بقى مقاس البلوزة اللي انت حابة تنفذيها، سواء اطفال كبار، ايا كان المقاس هو نفس طريقة الشغل. هستمر بنفس الطريقة، ولما نرجع هقول لك ارتفعت بكام سنتي. هو انا غالبا هرتفع بحوالي من 55 الى 60 سنتي. تمام كده خلصت الشغل بالطريقة اللي انا وضحتها وشرحتها ليكم بالشكل ده. ده شكل الغرزة من قريب، شكلها حلو جدا، غرزة مفرغة وجميلة جدا اهو، شكلها شيك جدا كمان في اللبس. اوكي، وصلت بالطول ل60 سنتي او اقل من 60 سنتي ب2 سنتي، يعني حوالي 58 سنتي، عشان لو انت حابة تشتغلي بالظبط بنفس الطول وبنفس المقاسات اللي انا شغالة بيها. كمان حضرت قطعة تانية مطابقة لنفس المقاسات بالظبط ونفس عدد غرز البداية،
وعدد الفتحات دي عندك لازم تكون مطابقة لبعض بالظبط في القطعتين. يعني هتعدي الأخرام أو الفتحات اللي موجودة في قطعة الأمام وعدد الفتحات اللي موجودة في القطعة الخاصة بالخلف لازم يكونوا متساويين لبعض بالظبط. ما يكونش فيه فراغ زايد أو فراغ ناقص. دول هنركنهم. وكمان هنا اشتغلت قطعتين للأكمام، الكم اليمين والكم الشمال. بدأت الشغل بالعرض، يعني بعرض الكم مش بالطول. بدأت الشغل بعرض 32 سنتي، وبرضو اشتغلت عدد سلاسل زوجي من مضاعفات رقم 2 أو بيقبل الاسم على رقم 2. وبدأت أشتغل وأرتفع بالسطور لحد ما وصلت لطول الكم 57 سنتي. زي ما احنا شايفين كده، لو جينا نشوف طول الكم أنا قسمه على 2 أو مطبقاه اهو 57 سنتي طول الكم، والعرض 32 سنتي. دلوقتي تمام، الأربع قطع كده جاهزين عندي وأقدر إني أبتدي أشبكهم. هجيب الأمام والخلف، القطعتين اللي أنا طبقتهم وركنتهم على جنب دول. هيكون طبعا كل التثبيت بتاعي او كل اماكن الوصل على منطقة الظهر. فطبعا الغرزة عندنا ليها وش وظهر، بعرفها من العمود بلفة. يعني العمود بلفة وشه هيكون وش الشغل او وش البلوزة. الظهر او الخلف بتاع غرزة العمود بلفة هيكون برضو ظهر البلوزة. انا هحط القطعتين على بعض بحيث انه يكون الظهر مواجه ليا، يعني الظهر لفوق والوش في الوش للداخل، لان انا هبدأ اثبت او اشبك على منطقة الظهر. القطعة التانية برضو اهو هثبتها كده، احطها فوقيها. الوش للوش جهة الداخل يا بنات، والظهر ليا، يعني القطعة اللي هي بتاعة الظهر مقابلة ليا اهو. هطابق القطعتين على بعض بالظبط، علشان كده بقولك لازم نراعي وناخد بالنا كويس جدا انه المقاسات بتاعتنا تبقى مظبوطه، وكمان الفراغات والفتحات تبقى مظبوطه وعدينها كويس جدا، علشان وانا بشبك تبقى كل فتحه او كل فراغ من ده مقابل للتاني بالظبط. هجيب الماركرات من منطقه من على الاطراف كده، وهبدأ اثبت بالماركر، وكمان هاجي على الطرف التاني اخلي المربعات او الفراغات مقابلة لبعض بالظبط، وهبدأ اثبت برضو القطعتين دول بماركر. هبدأ اطلع بقى مقاس خط الكتف. هعد 5 فراغات، وفي الفراغ السادس هبدأ احط ماركر. تمام، زي ما احنا شايفين كده لازم اخلي الفراغ ده مقابل الفراغ اللي بعده بالظبط، او اللي من القطعة التانية. فكده 1 2 3 4 5 فراغات، وفي الفراغ رقم 6 هحط ماركر. كذلك هنا برضو بعد 5 فراغات، وفي الفراغ رقم 6 بحط ماركر علشان احدد عندي هنا تكون فتحة الرقبة. وطول خط الكتف ده هيبقى حوالي 15 سنتي. زي ما احنا شايفين عديت 5 فراغات، وفي الفراغ رقم 6 حطيت الماركر. هبدأ اجيب ابرة التنظيف والضمها بنفس الخيط اللي انا شغالة بيه، وهبدأ اثبت بقى خط الكتف ده واوصل الطرفين مع بعض بغرز عادية جدا. هبدأ من تحت كده عشان اخفي بس طرف الخيط، وطبعا الماركر اللي هيقابلني هشيله علشان ابقى متحكمة اكتر واعرف اوصل القطعتين مع بعض. هاجي هنا اول غرزة والغرزة اللي قدامها على طول تحت الحلقتين، هشيل بقى الماركر وهبدأ اخيط واوصل الطرفين مع بعض. ممكن تخيطي بنفس الاتجاه، يعني توصلي الطرفين في نفس الاتجاه، خياطة في نفس الاتجاه، وممكن تخيطيها زي غرزة المكنة كده رايح جاي، سراجة يعني عادية. تمام، وهبدأ اخيط كده في نفس الاتجاه تحت الحلقتين من الطرف ده وحلقتين من الطرف التاني. ممكن تخيطي رايح جاي زي ما وضحت كده، وممكن في نفس الاتجاه. في الحالتين طبعا هيكون الخياطة مش باينة، بس حاولي تخلي الخياطة بتاعتك ناعمة ومش مكلكعة ولا فيها عقد، وكمان في نفس الوقت حاولي تخليها مش مشدودة، يعني ريحي ايدك وانتي بتخيطي كده. تمام بالشكل ده.
هكمل باقي تثبيت خط الكتف لحد ما اوصل للماركر، واخد بالي انا ظابطه الفراغات قدام بعضها بالظبط بايدي، ماسكاهم بايدي علشان ما يتحركوش، وطريقه وصل البلوزه تكون مظبوطه بالشكل ده. وبنفس الطريقه برضو هتثبتي خط الكتف التاني. ولو جينا نبص لمنطقه الامام او وش الشغل مش باينه خالص اهو، يعني تكاد تكون زيها زي باقي الغرز، مش متلاحظه خالص ان هنا في مكان وصل اصلا او خياطه. وهثبت الكتف التاني برضو بنفس الطريقة، ونرجع علشان نخيط ونثبت مع بعض الأكمام. اوكي تمام كده حبايبي، ثبت خط الكتف اهو زي ما احنا شايفين، ودي منطقة الأمام مش باين خالص اهو، منطقة الوصل زيها زي باقي الغرز بالظبط. وكمان ثبت الكتف التاني، انا لسه موجود على منطقة ظهر الشغل، مش هقلب البلوزة لحد ما اثبت باقي القطع كلها، وبعدين نبقى نقلب بقى البلوزة على منطقة الوش. خلاص كده بالنسبة لي الامام والخلف اتثبتوا من منطقة خط الكتف. هبدأ اجيب الكم، برضو نراعي وناخد بالنا ان تثبيت الكم هيبقى على منطقة الظهر. هبدأ اتني الكم كده واطبقه على جزئين، بحيث ان انا اكون عارفة منطقة السنتر فين. من تحت برضو كده هحط القطعتين على بعض كده بالشكل ده. انا محتاجة بس احدد غرزة السنتر عشان ابدأ اشبكها في خط الكتف. كده بالنسبة لي خلاص القطعتين مطابقين لبعض بالظبط، او الكم تنيته يعني على نصين بالظبط. فهاجي هنا بالماركر احدد غرزة السنتر على طول، احط فيها الماركر. وكمان عند خط الخياطة اللي انا ثبته بتاع خط الكتف اهو هنا بالظبط مكان ما ثبت، واشبك الطرفين كده مع بعض. خلاص بمجرد ان انا بعمل الخطوة دي الشغل بقى سهل عندي، بقية التثبيت بقى سهل. هي دي اهم خطوة، انك توصلي غرزة سنتر الكم بغرزة خط الكتف. هبدأ بقى افرد القطعتين كده بحيث ان انا ابقى متحكمة اكتر وانا بثبت بالماركرات. ما شدش، ناخد بالنا كويس جدا ما شدش الشغل عشان ما يبقاش مشدود، يبقى مستريح كده على قد ما اقدر. وهجيب الماركر واثبت طرف الكم هنا في الغرزة اللي قدامها على طول من جسم البلوزة. تمام كذلك برضو هنا حاول اظبط الشغل كده، وهحط ماركر هنا برضو في طرف الكم من تحت. وهي دي القطعة اللي انا هبدأ اوصلها مع بعض، اللي هي من الماركر ده للماركر ده وكمان الماركر التاني بنفس طريقة وصل خط الكتف. هجيب برضو ابرة التنظيف كده بالشكل ده، همر من تحت بس كده غرزة اتوه بيها الخيط، وبعدين هشيل الماركر وابدأ اوصل القطعتين مع بعض واخيط. اول غرزة دي هتعيدي عليها مرتين او 3 عشان تتأكدي ان هي اتثبتت كويس جدا ومش هتفك مني. تمام هعيد تاني مرة كمان اهو. خلاص بعد كده الموضوع بالنسبة لي بقى سهل بقى. هتعمليها كده على عجلة ايدك وهتطبقي القطعتين قدام بعض كده، وهتبدأي بقى توصلي القطعتين مع بعض بأي طريقة تعجبك. كمان ممكن توصلي القطعة دي مع بعض بإبرة الكروشيه عادي بغرزة الحشو، مفيش مشكلة برضو. الطريقة اللي تريحك ثبتي بيها الشغل او وصلي بيها القطع، مفيش اي مشكلة. انا بالنسبة لي بشوف انه ابرة التنظيف بتكون اسهل عليا، بتسهل عليا طريقة الوصل يعني. تمام هتبدأي بقى تسرجي او تخيطي كده القطعتين مع بعض لنهاية القطعة بالكامل. وصلت الكم بنفس الطريقة اللي وضحتها اهو،
انا لسه برضو موجودة على منطقة وش سوري ظهر الشغل. دي منطقة الوش اهو، برضو ناعمة ومش باينة خالص اهو زي ما احنا شايفين، مفيهاش اي عقد. وبنفس الطريقة برضو وصلت الكم التاني، حددت غرزة السنتر وتنيته على جزئين بنفس الخطوات اللي انا وضحتها بالظبط. لما بشرحها على جزء اكيد برضو انتي لازم هتطبقيها على الجزء التاني، بس عشان وقت الفيديو ما يطولش انا بشرح لك جزء واحد او قطعة واحدة من الاكمام، طبعا بالتالي انتي بتتبعي نفس الخطوات في الكم التاني. ببدأ بقى اطبق البلوزة بالشكل ده، بحط قطعة الامام على الخلف على الكم اللي انا وصلته، بحيث ان انا ارسم بقى شكل البلوزة النهائي كده بالشكل ده. انا لسه موجودة برضو على منطقة الظهر. هجيب الكورنر اللي هو الخاص بحردة الابط دي واحطه على الكورنر اللي قدامه على طول. اهم حاجة تظبطي خط الابط ده، لانه هيظبط لك باقي الشغل وهيظبط لك الاكمام. والكم برضو كده احط الطرفين على بعض، احدد من بداية الكم خالص من عند الفتحات دي او الثقوب اللي عندي دي. المربع احطه قدام المربع التاني اللي قدامه على طول عشان يبقى شغلي مظبوط. واحط بقى ماركرات اثبت بيها على قد ما اقدر قبل ما ابتدي في خطوة الخياطة والتثبيت. زي ما احنا شايفين كده انا بمسك بايدي المربعات، لازم تبقى قدام بعضها على طول. تظبيط الشغل والفينيشنج النهائي ده يا بنات مهم جدا جدا، يمكن اهم من الشغل كمان، لانه بيظهر لي جمال وحلاوة البلوزة. يعني ممكن مثلا انت تكوني شغالة كويس جدا وتعبانة في التفاصيل وفي الغرز، وتيجي اثناء التشبيك يكون تشبيكك مش بروفيشنال او الفينيشنج بتاعك مش مظبوط قوي، الغرز مش قدام بعضها، فبالتالي هيطلع عندك ديفوهات في البلوزة وهتبقي خسرتي تعبك. فلا، نركز ونخلي بالنا كويس جدا في منطقة التثبيت، والخطوة التثبيت والفينش ده ضروري جدا. وبعد ما حطيت ماركرات اهو في منطقة الكم كله بالكامل، هنزل بقى على منطقة برضو جسم البلوزة في الجوانب. هنا دي جوانب البلوزة، برضو هجيب الاطراف من تحت خالص، هنا الامام على الخلف هثبتهم كده، برضو كل مربع او كل فراغ قدام الفراغ اللي قدامه. تمام، اظبط شغلي كده، وكل عدد من الفراغات او الفتحات بحط ماركر لحد ما القطع تبقى متثبتة قدامي قدام بعض بالظبط. وبعد كده ببدأ في مرحلة الخياطة والتشبيك. وبرضو كل اللي عملناه او كل الخطوات اللي عملناها في الجزء ده هتمشي على الجزء التاني او هثبت بيها الجزء التاني. هتحطي الاطراف كده جنب بعض بالظبط وهتشبكي بالماركرات، وهنبدأ بقى نشبك فيه بإبرة التنظيف، وهنوصل القطع مع بعض كده اللي هي منطقة الكم من تحت الإبط وجوانب البلوزة. هجيب كده طرف الكم، هبدأ تثبيت من هنا. لو حابة تبدأي تثبيت من طرف البلوزة نفسه من جسم البلوزة من تحت مفيش أي مشكلة. أول غرزة بس بعيد عليها مرتين أو 3 للتثبيت أو للتأكيد مش أكتر. بنزل تحت حلقتين الغرزة من الجهة دي وحلقتين الغرزة من القطعة المقابلة ليها. تمام بالشكل ده. والماركر اللي هيقابلني طبعا او احس ان هو هيضايقني اثناء التشبيك هشيله واكمل بقية التشبيك. كل طبعا زوائد الخيوط اللي موجودة عندي دي هتتنضف في نهاية الشغل. اوكي، ممكن اخدها معايا كده كمان وانا بثبت. اوكي، وهستمر في تثبيت ووصل القطعتين مع بعض لنهاية الكم، وامر من منطقة تحت الابط وكمان منطقة جوانب البلوزة، وبنفس الطريقة هثبت الجزء التاني. ونرجع عشان نشوف شكل البلوزة النهائي.
وهنشتغل بس راوند واحد بس حوالين فتحة الرقبة. خلصنا تثبيت البلوزة كده بالكامل خلاص، وكمان انا عدلتها على منطقة الوش بعد ما سرجت ووصلت القطع كلها مع بعض على منطقة الظهر. خلاص بقى دلوقتي عدلتها على منطقة الوش. ده شكلها النهائي زي ما احنا شايفين كده، شكلها حلو جدا. ودلوقتي هشتغل راوند واحد بس حوالين فتحة الرقبة. انا اخر حاجة اشتغلتها كانت غرزة الحشو، يعني بعد ما اشتغلت غرزتين عمود اشتغلت فوقيهم غرزتين حشو. فدلوقتي هيبقى الدور على الراوند اللي هو الخاص بغرزتين العمود بلفة. فهاجي هنا فوق غرزتين الحشو هثبت او همرر الابرة، هسحب الخيط، اعمل عقدة البداية بالشكل ده، اسحب الخيط من الغرزة، برتفع 3 سلاسل، والثلاث سلاسل دول عندي هعتبرهم اول عمود بلفة. الف الخيط على الابرة وهروح للغرزة اللي بعدها على طول، هشتغل كمان غرزة عمود، يبقى كده 2، وبعدين 2 سلسلة، 1 2، هروح لغرزتين الحشو دول اللي عليهم الدور على طول، همر داخل كل غرزة وهشتغل غرزة عمود بلفة، 1 2 تمام، وبعدين 2 سلسلة، 1 2، غرزتين الحشو اللي هيقابلوني اللي عليهم الدور دول على طول بشتغل فوقيهم 2 غرزة عمود. بس هو ده كل اللي هعمله في الراوند ده، 2 غرزة عمود و2 سلسلة، 2 غرزة عمود و2 سلسلة، وهلف راوند كامل لحد ما اوصل لمكان ما بدأت. بعد كده هقص الخيط وانهي الشغل. وتمام كده يا حبايبي، وصلنا لنهاية الفيديو. خلصت معانا البلوزة القمر الجميلة الشيك جدا بتاعتنا اللي اشتغلناها مع بعض دي النهاردة. بتمنى يا رب تكون عجبتكم، واللون كمان الاحمر ده انا بحبه جدا، اتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم اللون الاحمر الجميل بتاع البلوزة دي اتمنى تحطوا لايك علشان اعرف انه البلوزة عجبتكم والشغل والغرزة عجبتكم، لانه اللايك ده بيفرق معايا جدا في الشغل ورفع القناة. بشكركم جدا في نهاية الفيديو، استنوني ان شاء الله في فيديوهاتي القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.